إذا على بركة الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان نجران لسباقات الهجن العربية الأصيلة. إذا على بركة الله ينطلق شوطنا الثاني في المجموع، ويعتبر الشوط الأول الرئيسي الخاص للقعدان اللقاية والجداع من مسافة 4 كيلومترات. ننطلق مع هذه الانطلاقة الأصيلة ومع هذا المسار الذي يحمل لنا هذه التحديات وهذه الانطلاقات، بداية مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، وهناك مستجيب مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. ومن يقدم لنا مستجيب مع المركز الأول هنا السيد محسن بن ديبة الرزق، من يقدم لنا مستجيب مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني أرى وأتابع انطلاقة ثاني المراكز هناك شاهين، ومن يقدم لنا شاهين السيد علي بن خليفة الرميثي، الله الله. وثالث المراكز هناك من الجانب الآخر أرى الانطلاق وأرى التحدي من قبل زيزوم، ومن يقدم لنا زيزوم السيد عبد الله بن معيضة العامر. ورابع المراكز هناك جلمود وعلي بن قبلان السمسام مع انطلاقة جلمود مع رابع المراكز. وخامس المراكز هناك الانطلاق، هناك التحدي مع انطلاقة خامس المراكز وارى هملول، ومن يقدم لنا هملول احمد بن سالم المدهوشي الله مع خامس المراكز. ها هي النتيجة وها هو النداء الأول مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أتممناه على حضراتكم في صراع وفي تحدي سن الوقاية والجداع القعدان، والمسافة هي 4 كيلومترات، هي المحتضنة لهذا التحدي، هي المحتضنة لهذا الانطلاق. ولكن نتحول إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول إلى مستجيب. ومن يقدم لنا مستجيب السيد محسن بن ذيبة الرزق، الله الله يا مستجيب، حذاري من هذا الاسم ومن هذا الشعار. الله المركز الثاني هناك زيزوم مع انطلاقة المركز الثاني، ومن يقدم لنا زيزوم السيد عبد الله بن معيضة العامر. وثالث المراكز وصل في هذه اللحظات، وصل الباز وانطلق الباز مع المركز الثالث، وهنا من يقدم لنا الباز السيد عامر بن علي بن دفله المري مع انطلاقة ثالث المراكز. ورابع المراكز هملول، ومن يقدم لنا هملول السيد احمد بن سالم المدهوشي مع انطلاقة رابع المراكز. وخامس المراكز ايضا ارى ويتابع انطلاقة خامس المراكز شعار السيد عامر بن علي بن دفله المري يقدم لنا جلاد مع المركز الخامس. ها هو النداء الثاني اتممناه على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمرة الثانية على التوالي، ولكن نعود الى مقدمة الشوط والى المركز الاول والى مستجيب. ولكن انطلق الباز ومستجيب، هنا حوار ثنائي ما بين مستجيب وما بين الباز. ها هو مستجيب مع المركز الاول للسيد محسن بن ديبة الرزق مع انطلاقة مستجيب. المركز الثاني هناك الباز وحذاري من الباز. هنا من يقدم لنا الباز السيد عامر بن علي بن دفله المري، وهنا زيزوم وصل بهذه اللحظات مع ثالث المراكز، ومن يقدم لنا زيزوم السيد عبد الله بن معيضة العامر مع انطلاقة ثالث المراكز. ورابع المراكز هملول واحمد بن سالم المدهوشي. والكيلومتر الاخير الكيل الخطير، كيل الصراع وكيل التحدي. الله الله
مستجيب مستجيب مستجيب. وهناك الباز برفقة مستجيب في هذه اللحظات. هنا وسلام اليد قد سلام أن سوف يغادر هناك إلى ميدان الجزيرة. الله الله. ولكن تابع انطلاقة ثالث المراكز هناك زيزوم عبد الله بن عيبة العامر. ولكن الباز مع المركز الأول، الباز مع الصدارة. وهنا مستجيب مستجيب مستجيب. وهنا محسن بن ذيبة الرزق. اللحظات الأخيرة ما بين الباز وما بين مستجيب. وهناك الباز. الله 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 الله. هنا لمن النصر لمن الفوز. الباز الباز مستجيب. واللحظات الأخيرة. يا سلام. الباز الباز الباز. ولكن مستجيب يحاول مستجيب يحاول. الباز بدون اي اوامر حتى هذه اللحظات. وهنا مستجيب. الله مستجيب الباز. واللحظات الاخيره اللحظات الحاسمه. يا سلام. الباز الباز الباز. انطلق الباز وغير الباز. وهنا عامر بن علي بن طفله المري. الله الله. الباز والله الباز الباز مستجيب. ولكن الباز اللحظات الاخيره. واسعد الله صباحك يا ابو علي على هذا الفوز. تهانينا والناموس للسيد عامر بن علي بن طفله المري. وسلام ميدان الجزيره. سلام على هذا الفوز. المركز الثاني مستجيب للسيد محسن بن ذيبة الرزق. ثالث المراكز هملون للسيد احمد بن سالم المدهوشي. فتهانينا والناموس لجميع